الجزء الخامس. فيلمنا بيبدأ بفيضان وسيول، والشرطة بتحاول انها تنقذ الناس وتخرجهم من السيول دي. وبيظهر في الوقت ده رامبو وهو راكب حصانه وبيدور على حد يقدر يساعده، وبيشوف واحدة على الارض فبيقرب منها علشان يكتشفها، لكن بيلاقيها ميتة. وبيلاحظ ان السيول بدأت تزيد وبيبدأ يتحرك بسرعة، وبيقابل في طريقه راجل وبنت فبينقذ البنت. والراجل بيقول له انه هيرجع يشوف مراته عايشة ولا ميتة، لكن رامبو بيقول له انها ماتت بالفعل. لكن بعدها بيجي الفيضان بقوة رهيبة جدا، فبيقرر رامبو والبنت انهم يستخبوا ورا صخرة عالية وبتعدي على خير فعلا. وبنفهم بعدها ان رامبو متطوع بيساعد الشرطة، بما انه طبعا مقاتل قديم وجندي قوات خاصة سابق. وبنشوف بعدها رامبو وهو عايش في بيت مع واحدة مكسيكية وحفيدتها اللي اسمها جابرييل. في اليوم التاني بيصحى رامبو وبياخد علاجه وبيطلع يجري بالحصان شوية في المزرعة. دخل البيت وبيسألها عن جابرييل، فبتقول له انها اتصلت بيها وبتقول لها انها في بيت صاحبتها أنطونيا. بعدها بينزل رامبو عشان يتأكد من امان الانفاق اللي موجودة تحت البيت. تدخل عليه جابرييل وهو بيشتغل وبيخرجوا يركبوا خيل سوا. وبتقول له جابرييل ان الحفلة بتاعتها محدش راحها بسبب المطر، طرح عليها انها تجيب صاحبتها وتوريهم الانفاق. وبتوافق فعلا جابرييل بالفكرة دي وبتجيب صحابها. رامبو واقف يتفرج من بعيد، وبتكون جابرييل واقفة بتتكلم مع اصحابها، وبتجيلها مكالمة من واحدة صاحبتها اسمها جزيل وعايشة في المكسيك، وبيبقى واضح ان قالت لها حاجة مهمة جدا. وبعد ما بتنتهي الحفلة بينزل رامبو ويشوف جابرييل، فبيلاقيها بتنظف المكان وبتقوله انها عاوزة تتكلم معاه في موضوع مهم جدا، وبتعرفه انها عاوزة تروح المكسيك. فبيسألها ليه، فبتقوله ان صاحبتها اللي عايشة في المكسيك كان ابوها اخيرا. فرامبو بيرفض، لكن جابرييل بتقول له انها لازم تقابله علشان تسأله هو ليه سابها هي وامها الوقت ده كله. لكنه بيتعصب وبيعرفها ان ابوها ده شخص مش كويس وملوش لازمة تروح ولا تيجي. فبتسمع منه الكلام وبتطلع تنام فعلا. تاني يوم بيدخل البيت بيلاقي جابرييل وجدتها صوتهم عالي جدا، وبيعرف ان جابرييل عايزة تروح المكسيك فبيمنعوها، وهي بتستأذن منهم علشان تروح لصاحبتها. وهي ماشية بالعربية قرر انها تلف وتروح المكسيك، وفعلا بتعدي الحدود وبتدخل المكسيك وبتوصل لبيت صاحبتها. واول ما بتدخل تغرب المكان صاحبتها معاها، وبتحس ان في حاجة غريبة وبتاخدها صاحبتها وبيروحوا المكان ابوها. وبتروح جابرييل تقابل ابوها فعلا، لكنه حتى ما قالهاش اتفضلي، وبيتكلم معاها بطريقة مش كويسة. قالوا هو ليه سابها هي وامها، فبيقول لها علشان ما كنتش شايفكم اي حاجة وانكم مش حاجة بالنسبة ليا، وبيقفل الباب في وشها. وطبعا بتتضايق جدا من كلام باباها. تنزل فبتاخدها صاحبتها وبيروحوا مالها ليلي، وبيبقى في واحد بيحاول يقرب من جابرييل هناك وبيحط لها مخدر في الكاس بتاعها. وبنشوف بعدها مكان تابع لتجار البشر بيكونوا ماسكينهم واحد اسمه فيكتور واوبو، وبيزورهم واحد تاني اسمه الدون، وبيتفق معاهم انه هيشتري منهم بنات علشان يشغلهم في الدعارة. وبنروح لرامبو اللي بتدخل عليه الجدة وهي بتجري وبتقول له ان جابرييل راحت المكسيك. اتصلت بصاحبتها اللي قالت لها ان جابرييل راحت تشوف ابوها وما رجعتش تاني، وبيقرر انه يروح يجيبها بنفسه وبيوعدها انه هيرجعها تاني. بيركب العربية وبيبدأ رحلته. وبنروح لمكان فيه بنات شكلهم متبهدل جدا وبيكون معاهم جابرييل. وفيكتور اخو رئيس العصابة بيهددهم علشان ما يفكروش انهم يهربوا. في الوقت ده بيوصل رامبو لابو جابرييل وبيسأله عنها، فبيقولوا انها مش هنا وبيتعامل معاه بعنف. وبيتأكد رامبو انه ما يعرفش مكانها فعلا، فبيسيبه ويمشي. وبيروح رامبو لصاحبتها وبيدخل معاها البيت وبيسألها عن جابرييل، فبتقول له انها بعد ما نزلت من عند باباها كانت منهارة جدا، فحبيت اخرجها في مالها ليلي، لكن تاهوا من بعض. وبياخد باله رامبو ان الاسوره بتاع جابرييل موجودة في ايدها، لكن رامبو بيقول لها انت بتحاول تغطي على عملتك، وبيمسك ايدها بعنف ويقول لها مين اداك الاسوره دي. فبتقول له جابرييل هي اللي ادتهاني هديه. فبيعرفها انها بتاع مامتها، تحيل جابرييل تديها لك هديه او تديها لاي حد تاني. وبياخدها رامبو غصب عنها وبيروحوا للملهى الليلي، وبيضغط عليها رامبو لحد ما بتعرفه بالراجل اللي خطف جابرييل. يكون في بنت اخدت بالها ان شكل رامبو غريب وبدات تراقبه. ولما بيخرج الراجل اللي خطف جابرييل بيخرج وراه رامبو، تخرج وراهم البنت، ورامبو بيمسكه في العربيه وبيعذبه بابشع الطرق لحد ما بيعترف في الاخر. وبيوافق انه ياخده لمكان جابرييل، وبياخده في العربيه وبيمشوا، وبتمشي وراهم البنت وبتراقبهم لحد ما بيوصلوا للمكان اللي فيه جابرييل. ورامبو بيضربه وبيخليه يغمى عليه. يطلع رامبو هو للبيت، وطول ما هو ماشي بيكون في رجاله من العصابه بتمشي وراه. بنشوف فيكتور وهو جايب رجاله شرطه فاسدين وبيخليهم يهجموا على البنات
البنات علشان يغتصبوهم. بنروح تاني لرامبو لحد ما بيوصل لفيكتور وهوجو وبياخدوا منه كل حاجة وبيسألوه هو جاي لمين، فبيسألهم عن جابريل وبيوريهم صورتها. ففيكتور بيقول له انها خلاص بقت عاهرة وبيحاول رامبو انه يضربه، لكن رجالة العصابة بيضربوه علقة موت. وبعد ما بيخلصوا بيقول له بسبب انك جيت لحد هنا هيفضلوا يعذبوا في جابريل لحد الموت، وبيخلي فيكتور اخوه يعمل العلامة بتاعة العصابة على وش رامبو وبيسيبوه على الارض ويمشوا. لكن بتيجي البنت اللي كانت بتراقبه بسرعة قبل ما حد يشوفها وبتروح بيه على البيت وبتجيب له الدكتور علشان يعالجه. ترجع العصابة تاني للمكان وبتعرف ان رامبو هرب، فبيقرر فيكتور انه يتعامل هو بطريقته وبيروح لجابريل وبيسألها عن رامبو، فبترفض تتكلم فبيحقنها بحقنة مخدرات علشان تبقى مدمنة وبيعمل نفس العلامة على وشها. وبتمر الايام ورامبو بيتحسن كل يوم عن اللي قبله، والعصابة بتحقن جابريل اكتر لحد ما في يوم البنت بترجع من بره بتلاقي رامبو قاعد، فبيسألها عن اسمها فبتعرفه ان اسمها كارمن وانها صحفية. بتقوله ان عربيته موجودة تحت البيت وبتعرفه معلومات كتير عن العصابة، وبتقوله انهم خطفوا اختها من قبل وقتلوها كمان، وبيطلب رامبو منها انها تساعده. فبتعرفه مكان ممكن يلاقي فيه جابريل وبيدخل على المكان ده على اساس انه زبون عادي جدا، وبيبدأ يقتل في كل الرجالة اللي موجودة في المكان وبيطلب من البنات انها تهرب، لكن مش بيرضوا لانهم بيبقوا خايفين جدا. لحد ما بيوصل للأوضة اللي فيها جابريل وبيلاقيها متدمرة حرفيا ودراعها متخرم من كتر الإبر اللي كانوا بيدوها لها، فبياخدها رامبو ويهرب بيها. وهو في الطريق بيفضل يكلمها علشان تفضل فايقة يتكلم معاه، لكنها للأسف بتموت منه وبينهار رامبو وبيقعد يبكي عليها. وبيرجع لبيته وبتشوفه الجدة تجري عليه علشان تطمن على جابريل، لكنه بيوقفها وبيروح يقول لها ان جابريل ماتت. تنهار هي كمان من البكاء وبيدفنها رامبو في المزرعة، وجدتها بتلم حاجتها علشان تسافر تعيش في مدينة تانية وبيودعها رامبو. طبعا لحد هنا هتفتكر ان الفيلم كده خلص، لكن الفيلم لسه هيبدأ. بيقعد رامبو عشان يصنع قنابل وبيعمل ألغام وبيحاوط بيها البيت، وبيبدأ يعمل مصايد عشان يقتل بيها العصابة. وبدأ ب6 قنابل في الأنفاق وابتدى يصنع أفخاخ كتير قوي ليهم وثبتها في النفق وظبط كل حاجة، وبيتدرب على رمي الأسهم من تاني علشان الراجل كبر برضه شوية. بعدها بأسبوع بيرجع رامبو للمكسيك وبيروح لكارمن تعرف ان جابريل ماتت هي كمان زي اختها. قرر انها تساعده علشان تنتقم من العصابة دي، وبيسألها عن مكان فيكتور تعرفه مكانه. وبيروح رامبو وبيبدأ رامبو يقتل في الحراسة اللي موجودة واحد ورا التاني بالسكاكين اللي صنعها لحد ما بيدخل لأوضة فيكتور قتله هو كمان وبيخلص عليه. وتاني يوم بتكون الشرطة في بيت فيكتور وبيوصل هوجو واخوه، وبيتفاجئ لما بيلاقي اخوه مقتول بطريقة بشعة ومن غير راس كمان، وفي سكينة في قلبه وفيها صورة جابريل. رامبو معاه راس فيكتور وبيرميها على الطريق وهو خارج من المكسيك. وبيقرر هوجو انه يستعد ويروح يجيب حق اخوه من رامبو، وبيحضر نفسه وبياخد رجالته معاه، وبيكون رامبو مستعد وبيكون بيجهز وبيصنع قنابل واسهم بايديه، وبتتحرك الرجاله بالعربيات. وتاني يوم بيبقى رامبو واقف عند قبر جابريل وبيشوف عربيات العصابه وهي جايه، فبيروح يستخبى ويستناهم. واول ما بيقربوا للبيت عربيه بتدوس على لغم من الالغام اللي عاملها رامبو وبتنفجر كل القنابل اللي حوالين البيت، فبتنزل العصابه من العربيات وبيوزعوا نفسهم. وبيطلع رامبو ببندقيته وبيصطاد اللي داخلين البيت واحد ورا التاني. رامبو بيبقى محاصرهم بشاور بنزين دافي يطلع يضرب نار في الخزان فبينفجر فيهم، فالباقيين من العصابه بيشوفوه وبينزلوا ورا النفق وبيبتدي يصطاد فيهم واحد ورا التاني، وبيصطاد واحد منهم وبيطير رقبته وبيضربهم كمان بماده سريعه الاشتعال. وبيبعت هوجو ناس عشان تشوف باقي العصابه عملت ايه، لكن رامبو بيكون بيقتل فيهم بطريقه بشعه جدا وبيشغل كمان موسيقى علشان يعصبهم وكمان يقتل فيهم بمزاج عالي. وفعلا بيخلص عليهم واحد ورا التاني، وهوجو بيلاقي 2 من رجالته واقعين في فخ ومقتولين، فبيتعصب وبيكمل بحثه عن رامبو وبيوصل لمكان الموسيقى فبيضرب نار على السماعات علشان تقف. ورامبو بيكمل في المجزرة اللي عاملها وبيشوفه هوجو وبيخليه يجري وراه وبيصيبه برصاصة في كتفه، لكن رامبو بيوصل لمولد الكهرباء وبيطفيه. كلم هوجو في اللاسلكي وبيقول لرجالته كلهم لو عاوز تخرج حي امشي ورا النور، وبيفجر رامبو الانفاق كلها وبيعافر هوجو عشان يخرج لحد ما بيقدر يخرج فعلا في اخر لحظة. وفجأة بيطلع رامبو بالقوس بتاعه وبيضرب عليه الأسهم، فبيضربه ب2 في كتفه و2 في رجله وبيثبته تماما. وبيروح له رامبو كل ملامح الانتقام في وشه وبيخرج السكينة بتاعته وبيقول له انت خلعت قلبي من مكانه وانا هخلع قلبك قدامك. وفعلا بيخرج قلبه قدامه وبيموت هوجو، وكده بيكون رامبو خلص المهمة الأخيرة ليه من الوجه وقدر ينتقم لموت جابريل. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان اللي جاي عظمة. سلام.